السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع آدم. اليوم غنقدم لكم كيكة شوكولات بدون بيض. كدير لها الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي هشيشه ورطبه، المذاق روعه. بالشكل هذا دابا غنمروا المكونات وطريقه التحضير. تابعوني باش تشوفوا كيفاش كنحضروا هذا الكيك. بالنسبه للمكونات غنحتاج 3 الكيسان ديال الدقيق، كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال الحليب، كأس زيت، ملعقتان كبيرتان خل، ملعقة قهوة سريعة الذوبان، ملعقتين كاكاو، ملعقة كاكاو حلو، ملعقة كاكاو مر، ساشيات بيكنج باودر. ندوزو الطريقة. اولا غنغربلو 3 الكيسان ديال الدقيق. الكيسان انا هنا عابرة بكاس العنبة، عندي 3 الكيسان ديال الدقيق. غنضيف ليهم ملعقة كاكاو حلو وملعقة كاكاو مر. غنضيف الخمارات، عندي 2 خمارات وزن 14 غرام. هذا نغربل الدقيق هو والخماره والكاكاو. التغربل ديال الخمارات ضروريه في الكيك باش يجينا طالع. غنضيف لهم ملعقه قهوه سريعه الذوبان. انا في اي كيك ديال الشوكولاته كندير فيه القهوه، كتواتر مزيان مع النكهه ديال الشوكولاط. غنضيف كاس ونصف سكر سنيده. نخلط المكونات الجافه مع بعض. نضيف لهم كاس زيت. العبار كيبقى نفس العبار، باش عبارة الدقيق، باش عبارة الزيت، باش عبارة الحليب تبقى نفس الكأس. نضيف كأس ونصف ديال الحليب. نزيد الكميه اللي بقات لي ديال الحليب. انا هنا عندي كاس ونص و3 الكيسان ديال الدقيق. هاد المقادير مضبوطه. 3 الكيسان ديال الدقيق، كاس ديال الزيت، كاس ونص ديال سنيده، كاس ونص ديال الحليب. خلط هاد المكونات مع بعض مزيان تنسجم ليا مع بعضياتها. غنضيف 2 معالق كبار ديال الخل هو اللي يطلع لينا هاد الكيك. ما كاينش البيض، غنضيفو 2 معالق ديال الخل. ندخلو مزيان في الخليط ديالي. الخليط كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو.
ناخد مول يدخل لي الفرن. دهنه بقليل من الزيت ورشه بقليل من الدقيق. نخوي فيه الخليط ديال الكيك ديالنا. انا ندخلو الفرن مده 30 دقيقه، درجه الحراره 180. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت انا ندير فيها الثقوب، تقبها مزيان بهذا الكيردون باش مني نجي نسقيها بالشوكولا تدخل ليا لداخل وتجينا رطبه وهشيشه. انا هنا وضعت صوص الشوكولا وذوبت 3 القطع ديال ماروخه. وانا هنا زينتها بجوز الهند وبالكاوكاو والسوداني. والتزيين كيبقى حسب كل سيده كلها تزين باش ما بغاش ومتوفر عندها في البيت. تيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال نهار اليوم. كنتمنى تعجبكم. انا هنا غنقطع واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رطبه وديك الشوكولاط اللي درنا ليها من الفوق كيدخل مع داك الثقوب اللي درنا في الاول كيف ما كتشوفوا. راه كتجي رائعه. كنتمنى تجربوها. كنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم يعجبكم. ما تنساوش ديروا ليها لايك والاشتراك. وبسلام عليكم. حتى الحلقه الماجيه ان شاء الله ووصفه جديده ان شاء الله.